يعني حاجة قليلة مش هتحتاج الكيس الكبير بصراحة، فهجيبها ليه؟ وبصوا كان لونه رهيب وخطير، ولا خطير ولا رهيب، كان ماشي حلو يعني، كان هيتحرق مني بس الحمد لله اني كنت نسيت وعليت النار مع اني كنت موطيه. وانا بعمل السندوتشات اللي انتوا شفتوها دي، هما كانوا على النار، فانا كنت حابه احمرهم، فكل شويه كنت بقلب فيهم، فنسيتهم على الجنب ده. هو بس دارتها كده عشان التصوير طبعا تكون شكلها حلو، مش لازم نقول بقى ان احنا حرقناه او اتحرق، والحمد لله على كده. وجبنا بقى، دي كانت فانتا تفاح، وكانت اخر كوبايه عندنا بصراحه، فضيتها بقى وظبطت كده. كانت الصراحه اكله جميله، والله انا اكلت نص واحد وشبعت، والولاد برضو كده ما قدرناش نكمل. الباقي شلناه في التلاجة طبعا لتاني يوم، ان الغدا بتاعنا بعد ميعاد المدرسه، فبيبقى اخر النهار، بيبقى بالنسبه لنا ده عشاء يعني.